جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر. أنا فعلا مندهش إنك عملتها. أنا هدمرك. هات آخرك. لا والله انا حارب البغل ده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي اسبوع غايب، حوالي 8 ايام تقريبا غايب. فقلت ارجع بحلقة جديدة بقى بعد ال 8 ايام غياب دول بلعبة جديدة تماما. انا لو عرفت باذن الله اصور كل يوم حلقة ماشي، ما يكونوش كلهم لزلاست فص، يكونوا كلهم لزلاست ماشي، بس اليوم اللي بعده او يعني مثلا يوم زلاست وبعدين اليوم اللي بعده لعبة جديدة. تمام. فانا صراحه يعني ايه، جو الكآبه بقى والزومبي والكلام ده يعني ايه مش هعرف استمر فيه كل يوم بصراحه. فايه اجمع بين لعبتين، لعبه مثلا خياليه شويه تحمسني وتديني جو حماس والوان والكلام ده ماشي. واليوم اللي بعده اشوف بقى جو الكآبه بقى بتاع زلاست والابيض والاسود والحركات دي ماشي. فوقع الاختيار ان انا العب لعبه سبايدر مان ريماستر. اللعبه دي بصراحه انا كنت بشوفها زمان في اليوتيوب والفيديوهات والكلام ده، كنت بشوف الناس بتلعبها وتقعد تتنقل كده بين المباني والبيوت والحاجات دي، ما كنتش بشغل بالي بالقصه. يعني انا ما كنتش اعرف اصلا ان فيها قصه، انا كنت فاكر ان اللعبه كده خش يا باشا تقعد يعني براحتك كده في شوارع نيويورك. فقلت اجرب اللعبه اشوفها، لان انا بصراحه نفسي اجربها من زمان جدا. قلت بقى ايه، اللعبة خلاص نزلت الحمد لله، نزلتها قصدي على جهازي، نازلة بقالها كتير اصلا 2018 تقريبا. المهم نزلتها وقلت اجربها بنفسي لأول مرة معاكم. عايز اعرف بقى ايه الاحساس، وبرضو اعمل في القصة مهمتين كده ولا حاجة، واشوف القصة بتتمحور على ايه، اشوف ايه الامتع، القصة ولا اللعب اللي هو اسلوب اللعب ولا الاتنين. وانا حاسس ان هما الاتنين. فبسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ لعبة جديدة. ده مستوى الصعوبة، انا مش فاهم، خليه بس خليه فريندلي ماشي. بقول لك ايه، ابدأ على طول، ابدأ، مش عايزين كلام. لا شكلها تبقى لعبة عظيمة، انا شايف قدامي رسومات حلوة يعني. يا سلام على الموسيقى، يا سلام. محبش اسمع موسيقى ولا اغاني بس يعني فاهم، عديها. ده بيحوش عشان يشتري لابتوب جديد. ده الماسك اهو، يا عيني على اللابتوب المتبهدل خالص. فيسك، مين ده؟ كل الوحدات تعبئة من المستوى الرابع. المكان حلو الدبلجة على فكرة. فيسك. يا سلام، اوعى. كواتير. القوات الخاصة بالطائر في برج فيسك. الوحدات تستعد، مذكرة الاعتقال في الطريق. لا 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 لا، جامدة وربنا جامدة. هعمل ايه؟ شفت؟ يا سلام. ايوه، اروح فين ولا اعمل ايه يعني؟ انا مش متوقع كده خالص من اللعبه تديني كده. منهم ولا لسه؟ لا، احنا في برج فيسك بس لسه مستنيين التصريح. ممكن انبسط معاكوا؟
انت عارف المحامين عنده عاملين ازاي، لازم نهرب من ثغرات. يلا يا يوري، انا مستني ده من 8 سنين. عايز تساعد بجد؟ روح تايم سكوير. من الواضح ان رجالته بيحاولوا يمنعوا رجالتي يوصلوا للموقع. ماشي خلاص قربت اوصل. ثواني بس على الصوت. انا يعني لا 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 لا، انا اول مره اجربها بصراحه. بفهم شويه الاعدادات يعني، شويه شويه. مش عارف الصوت عالي كده ولا واطي ولا ايه. خليه مثلا 50. اهلا. باركر، انت فين؟ لازم نواجه العرض على الاقل مرة قبل وصول اللجنة. ايوه اسف. بحاول احل مشكله شخصيه. هوصل بسرعه وعد. لازم اخلص بسرعه واروح شغلي الحقيقي. لا تعليق بصراحه، بصراحه لا تعليق. بس انا شايف المباني يا نهار ابيض يا لهوي. يورو طلبت الدعم. في تقطيع شويه في اللعبه. محتاجين دعم. 10-32 تايم سكوير. ضرب نار. اضربوا القاضيه. اضربوا القضية. في برضه على فكرة في الدبلجة شوية كلام كده مش ايه، ما هو الدبلجة مصرية بقى. اوعى. نهار ابيض، اكيد هتنفجر دي. لازم تنفجر. صباح الخير. لا مين والله. مستعد لجرعه قلم صباحيه؟ ماشي ماشي. تفادي كمان. بحذركم، عايز اضرب حد النهارده. لا لا، حلو الاسلوب. ده مش كويس. هي دي محاربة الاشرار بقى خلاص. قول كده بقى. لا فيسك مشغل عنده ناس كتير قوي. سبايدر مان، ايه وضعك؟ قربت اخلص، وانتي؟ قربنا ندخل. قربت اوصل. مش قادر استنى لحد ما اشوف ويلي والكلبشات في ايديه. اسلوب اللعبة جامد، اسلوب الطيران جامد، كل حاجة فيها جامدة. اوكي يا يوري، كله جاهز. بيحصل ايه؟ يوري يوري. لسه برضه معرفش مين يوري ومين لو في شخصيات تانية. فيسك ما يستسلمش بسهولة. ومين فيسك ده برضه ما معرفش. لازم دعم تاني. وقف المجال الجوي. يوري كويسة؟ لو خرج من المبنى مش هنلاقيه تاني. أنا همشي بقى. قوم بشغلك. أخيرا. يومك يا ولد. انتبهوا. ايه رايح فين؟ امسك. افضي الطريق ورايا. امشي انا اتعلمت شويه في الاعدادات، الاف بيسحبه او هو بيروح له، يعني شويه في الاعدادات. يلا يا يوسفني اقول لك، بس شكلك ما فهمتش ده يا حبيبي. بس زرار التفادي ده مهم على فكره برضه. كنت
كنترول. شكرا على دفعة الثقة يا رجالة. مش عارف انا برضه الحاجات اللي بتختلف ديت ليها ضرر جامد يعني. هي دي أكيد بيئة العمل العدائية. طب بس الدبلجة بالذات بتاعت فكرة حلوة عجباني. اتلزق. لازم نخليه على الأرض وإلا استحالة نكسبه. تمام. طب ماشي رقم واحد بيهيل. تمام. لازم أخلص من المسلحين. تمام. ازاي بيعمل ده؟ دي نهايتك. انت بتهزر معايا؟ يا قذر. انا عايز ده. شكلي خلصت عليك. يلا يلا. لا في حماس جامد على فكرة في أول مهمة. دول وقفوا الأسانسير، خدوا السلم. بفضل الأساليب المباشرة. لا والله دي الأساليب المباشرة. سبايدر مان وضعك ايه؟ أنا طالع الأدوار اللي فوق، يا ريت محدش يركب الأسانسير. سياراتنا بتضرب بالنار، تقريبا في مسلحين ماشيين ورا فيسك في كل دور. هو يائس. بيخش من أماكن غريبة ويمشي عشان كده بيضربنا بكل حاجة. أنا لازم ألاقيه وأنهي ده. مش دلوقتي، سمعنا شوية كلام بيمسحوا كل السيرفرات. احنا محتاجين الدليل ده علشان نتخلص منه تماما. تمام، على أوضة السيرفر. ليه بتتصل؟ لازم أرد. مي. أهلا يا عم حميد. عمته صح. ايه الدوشة دي كلها؟ بشوف فيلم بطل خارق. إيه الأخبار؟ بأكد على ميعادنا بكرة بالليل على العشاء. طبعا. بصي أنا لازم أقفل. ماشي، بحبك. أنا كمان. مين تاني؟ امسكوه عشان ما يتنططش. ازاي متخيلين الأمر ينتهي؟ فينش. تمام ده جامد ده. انزل لي على الارض راجل اضربه. لازم نوقفه. أنا أعلمك حاجة. ننتقل اللي بعده. عور نيفي. حلوة الشقلبة ونظام الشقلبة والكلام ده. لا عاجبني. لازم ننزله على عاجبني الأرض. أوي. بس كده؟ لازم ألاقي أوضة السيرفر قبل ما الأدلة تختفي. أيوة يعني أروح فين طيب؟ ماشي. لو دخلت من هنا هيدمروا كل الأدلة. والله أدخل منين؟ دي؟ لازم أدخل من غير ما حد يشوفني. يلا بينا. لا والله. كأنه مخصوص ليا بالذات. صحيح فيسك مجرم قذر، بس فتحات التهوية عنده نظيفة. يعني فيسك مجرم. الزعيم عاوز يفتح كل حاجه. ما اقدرش اتحكم في سرعه الحل. لطاف جدا وهم مش مركزين. لا مؤاخذة يا صاحبي والله خدت. مساحه الظهر دقيقه او 2 كمان. الشرطه عارفه مكاننا. ما تقلقش. هو ده الدعم الفني؟ نسيت الباسورد. سبايدر مان في حد بيعد. ما يقربش لوحده التحكم. يلا مش عطلوه. اتزقوا في الحيطة. لقد اقترب الحذف الكامل. وانا اللي كنت فاكر الاي تي في شغل جلسين. لازم اوصل لوحدة التحكم قبل الحذف. لما نشوف كفاءة الامن عندهم عاملة ايه. يا جماعة انتوا نسيتوا برنامج التصحيح الاخير. بتستخبى في اوضه الخدم. ده جبن حتى لو منك. غريبة من حد بيحذف تاريخ البحث بتاعه. بعد السنين دي كلها هتفضل زي ما انت حته عيل جاي. صح، بس جزء من جاذبيته. هو ده فيسك على فكرة. بلخيلة
اكسروا الباب ده دلوقتي. يلا عدوا دمروا كل حاجة. بقول لك ايه، بص حواليك، انا اللي عملت كل ده. قول لي بقى انت عملت ايه؟ عارف في مرة كده خلصت على مجرم مغرور متكبر قبل ما ابدأ فطار. يعني الحلو في الدبلجة انا برضو اللي كنت مسيطر عليهم هيخربوا الدنيا. ان هو بيقعد يدي كده حاجات كده، يعني حلو ان هو قسمت كان طريق مجرم طويل قبل وصعب يا بعد- فيس، بس وقال يا زعلان بنسي. انه خلص. دي مجرد البداية بس. طيب استعد بقى للحفلة. حلو ان هو بيقعد يرمي قلاشات كده او حاجات بتضحك كده في وسط الكلام. يوري في انفجار لسه. شفته، يمكن يكون فيسك لغم المكان كله. هبعت وحدة القنابل. هتأكد ان محدش في طريقهم. ابعدوا عن اقتلوه والا سعيد هيقتله. حد يضرب عليه. شكلي خلصت عليك. نروح فين تاني؟ هو البتاع ده كان جوه كام دور؟ يلا. اهلا. اعتقد ان القنابل جزء من خطة هروب ويلي. شكلهم محبوسين. روح وراهم وهندور على القنابل. فضوا المكان. اخلوا المبنى حالا. سمعت ناس تاني من هنا. هلاقيهم. يا ولد الذين بصوا على المكان فين؟ هرفعها ولما تتحرروا اخرجوا. لو قادرين تمشوا ساعدوا المصابين. اتفقنا؟ اوه هو ازاي قادر يشيل ده كله يعني ازاي؟ يلا يلا يلا. هو مش بطل، هو ما اسموش بطل كمان يا خارق، وليد. اسمه بطل جايلك خارق. في الطريق. خارق للطبيعة. سبايدر مان، أنا يوري. ايه الاخبار يا كابتن؟ مش الأحسن، الطيارات بتاعتنا اتهاجمت، اضطرينا لهبوط آخر طيارة. لو فيسك جاب طيارة مش هنقدر نمنعها من الهبوط. ومحدش هيلحقه لو طار بعيد. أنا ليه حاسة إن هو ده اللي كان بيخطط له طول الوقت. عشان يمكن ده صح. قرف. يوري ابعتي الاسعاف هنا بسرعة. بنحاول. حاسبوه. هم كفاية قوي هنا. صواريخ تاني؟ ده تبذير مش شايف كده؟ تعالى ده هيدمرك. ايه؟ ده اليوم الوطني للصواريخ مثلا؟ لا حلوه القلاشات وربنا، انا مش عارف هي قلاشات ولا ايه بالظبط. مسكتك. غريبة ازاي فريق القنابل عدى ده؟ اقتلوه. هدي نفسك شوية، في كفاية للكل. انا عاوز اعلم عليه. اخلص عليه عشان تمام، الأوضة أمان. المفروض فريق القنابل قدامنا. أتمنى يكونوا بخير. انتوا كويسين؟ احنا كنا لسه هنطلب الدعم حالا. أنا الدعم. ورينا الطريق، هنكون وراك على طول. انتبه يا زعيم. ايه ده؟ ده خد باله. ايه ده؟
هو مش ده البوليس؟ انتوا كنتوا رجاله فسك طول الوقت. دلوقتي الفكره دي مش لا هتخرج والله. بره دماغي. يعني خطتكم ما نجحتش، تبقى الخطه الثانيه الضرب في الوش. ضربه بالنار. يا يوري، بعض رجالتك اشتغلوا لمصلحة فيسك. الخبر الحلو انهم دفاع ويلي الاخير. انا دلوقتي بره مكتبه. خلص عليه حالا. بكل سرور. بتكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر. أنا فعلا مندهش إنك عملتها، بس غبائك هينتهي دلوقتي. انت عارف اني لسه شايفك صح؟ مستحمل وقاحتك 8 سنين. ليه انا؟ ما كنتش تتعب نفسك. هستنى فرصة مناسبة. يعني بتتعمر تاني. لا والله. بتعمل ايه؟ تمام ماشي ماشي. كمان حالا. ازاي ده حصل؟ ايه المشكلة يا ويلي؟ انت متعصب. انا هدمرك. هات اخرك. لا والله انا حارب البغل ده كله. ده بغل يا جدعان. وانا سؤال بس اكتر محيرني، من طاقتك يا ابني. هو ده كله عضل ولا دهون؟ مش فاهم بس. ده اداني فرصة. يا نهار ابيض. لا ضربته بتوجع بصراحة. لا هو بغل، هو فوق هي الحيطان دي ورق. طيب انت كل حاجة فاسدة في المدينة دي. انا كنت هقول لك نفس الكلام. عارفين هتعملوا ايه؟ حصروه. مش شايفين الحمل زي الطيب ده لوحده واربعة. وربنا طور، قسما بالله طور. الجارية دي جارية طور. ابصوا وربنا الجارية دي جارية طور. ده مش بني ادم وربنا. سعيد تعب وزهق منك وانا كمان. هي حاجة انا قلتها بتخسر يا ويلي. انا مالك يا اغبياء، انتوا متدربين على القتل. اقتلوه. ده فعلا سريع قوي. انا مش عايز اي اثار. هتفوق حالك. هو انا بديكم فلوس ليه؟ لا انا هشوف الموضوع بنفسي. اغبياء. ولا هي فين التعزيزات؟ دماغك بتلمع. حلوة دماغك بتلمع. جامد جدا. يا نهار ابيض. لا 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 ده واحد. طب اهدى طيب، اهدى طبعا. طيب اهدى يا عم، اهدى طيب.
نهار ازرق. لا هي جاريه الطول بجد. بالبيضة. اتفضل يا سيدي. طيب نبوس بعض دلوقتي؟ ولا ايه؟ لا لا يمكن بعدين. ايه نبوس بعض ايه؟ لا حلو الفايت الاولاني حلو. شوف حجمه مقارنة بالبني ادمين العاديين. عارف انت هيكون لك اعداء اكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل اي جهد علشان اخلص منك. اوب لازم امشي. هي حظ سعيد يا ويلي. حاسس انك هتحتاجه. غبي، انا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد بس وهتتمنى ان ارجع من تاني. كينج بن رايح السجن. نهاية عصر. انا لازم احتفل ويمكن اخد لي اجازة. لا حلو. اول مهمة كده في الوش دي يعني لا عظمة بصراحة. باركر انت فين؟ اللجنة هتوصل قريب، لازم نفحص المعدات. قربت اوصل بعد كذا مبنى. انا هعمل ده بنفسي. لا بلاش، ده مش امان. عجبني حماس الدكتور ده قوي، بس اوقات ده بيوقعه في مشاكل. احسن لي اوصل قبل ما يأذي نفسه. بفكر ابقى مثلا ايه، الف كده، اخد لفه كده في المدينه، اشوف ايه يعني عايز اجرب الشعور اللي هو بتاع التنطيط اللي بجد في المدينه. اوه المباني كتير والتنطيط بقى هيبقى للصبح بقى بصراحة يعني. مرجحة بقى مش عارف مرجحة ولا تنطيط ولا ايه، بس ماشي. وايه بقى ده؟ اعوم، استنى كده. انا في الهوا اهو، دوسنا اكس بعدين دوس حتى الشخصيات اللي في الشارع برضه بتكلمني. كده يا نهار ابيض. لا 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 حركات جامده، لا بجد والله حركات جامده. طيب نعمل المهمه دي ونقفل الفيديو على كده. اسف اني اتاخرت. كنت واو ايه ده؟ ده اللي كان بيكلمه تقريبا في بدأتم من غيري. مدير لجنة المنح قرب يجي. ما تقلقش يا بركر، أنا اللي اخترعت الآلة دي وهتعامل معاها. جهاز تحصيل الطاقة. يا خبر. متهيألي لازم نلغيها. لسه شوية. استنى. دكتور اوكتافيوس انت كويس؟ دكتور اوكتافيوس تاني. حلو الاسم برضه، في هيبه كده، في فخامه كده في الاسم. بس قربنا. طيب الراجل ده شكله كده طيب. حد اتصاب؟ لا بس دي غلطتي.
مستويات الطاقة عدت كل توقعاتنا. من وجهة نظر معينة ده تطور إيجابي جدا. ده مش إيجابي خالص. أأكد لك المرحلة الجاية. خلينا ما نسبقش الأحداث. ممكن نناقش ده في مكان تاني؟ ممكن تاخد باقي اليوم أجازة يا بيتر، بس هنتكلم بعدين. دي كارثة فعلا. ازاي الجهاز يبوظ؟ انا عارف ان الدكتور قال لي اخد اجازة، بس انا لازم اعرف سبب المشكلة. شكلك مش كويس يا صغير. ده طرف صناعي ده باين. خلينا نشوف كده فيك ايه غلط. تيفيوس اندستريز، صناعات اوكتيفيوس. دايرة الكهرباء اتحرقت. يا دي النيلة. انا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها. توصيلات والكلام ده لازم تقريبا نوصل من المنطقة الخضراء دي اللي فيها الطاقة، نوصلها الناحية التانية. طيب دي ما ينفعش اشيلها. طيب نقدر نقلب دول. طيب تمام ماشي ماشي ماشي، فهمت. طيب شيل ديت وهات واحدة هنا. تمام اقلبهم ماشي، وهات واحدة كمان ماشي. وصل. لا يلا هات دي حطها هنا. لقيتها. سهلة يا جدعان، في ايه ده؟ طيب انا لازم اغير توجيه معزز التحكم. بيقول الكلام بتاع علماء ملناش دعوة بيه. لازم نمشي كده بس. خلاص لفة طويلة بس معلش. خد البتاعة دي هنا ماشي، دي وصل كده. بعدين دي مش هتنفع. طيب شيلها شيلها وهات دي مثلا، ويوصل واحدة كده. مش نافع. هات دي تمام. بعدين هات ديت حلوة اوي، وبعدين هات دي. ايوه بس كده خلاص. هات دي. جميل. طيب ايه بعد كده؟ ودلوقتي نعيد تظبيط الفولت. فولت تمام. وعايز 3. طيب احنا نحط 2 هنا وننقص واحدة بس كده يبقى هو 3 كده زي ما تمام اوي. نعمل بقى دي كده نلفها ودي كده بس كده. خلاص سهلة يا جدعان. انا بفكرها صعبة ليه؟ هنشوف لو ينفع ده. حلو قوي. الدكتور كان بيجرب مواد جديدة للأطراف الصناعية. طلب مني مراجعة شغله لو عندي وقت. لما أعمل كده دلوقتي. خلي الاستكشاف ده لبعدين. الغاز تاني. الدكتور جرب مادة توصيل جديدة للأطراف الصناعية. ده ايه ده بقى؟ لا والله
هما سهلة ولا يمكن في البدايات بقى تبقى صعبة بعد كده. الهيدروجيل بوليمر ده مادة مركبة قوية بس مقاومتها عالية. الأحسن إن أنا أنصح الدكتور إننا ندور على مواد تانية. تمام، لازم أخرج من هنا قبل ما أبوظ حاجات أكتر للدكتور. سبايدر مان، أنا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر، ابننا لازم يتعامل زي المهمين، هو في رافت. انضم العقرب والكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم، دي شركة محترمة. انت ممكن تعدي عليا في الاسم؟ حصلت مشكلة وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزة. عشانك يا يوري انت تؤمري، انا في الطريق. لا كفاية أوي كده، حلو أوي 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 كده. حلقة جديدة من برنامج دي الحقيقة هتتعرض. يا ترى أكبر معجبيني شايف هزيمة فيسك إزاي؟ طيب خلي بقى المهمات دي دلوقتي. نعمل بس سيف الأول. مم. 3% بس من القصة، يا نهار أبيض. ولا 3% من اللعبة ولا إيه؟ ما علينا. برنامجكم الحقائق فقط مع جي جونر جيمسون. هنتكلم عن القضايا اللي بتشغل البلد مع الفائزين بجائزة بوليتر مرتين. للمرة الثانية محرر سابق في ديلي بيوجل يفوز بالجائزة. أهلا، خدوا كتاب. وزي ما عودناكم لو طلبتوا كتاب السيد جيمسون سبايدر مان تهديد أم خطر في خلال 24 ساعة هتاخدوا نسخة موقعة من غير رسوم إضافية. من غير شخصنة ما تطلبوش، مش هتاخدوه. اهلا وسهلا بيكم في الحقائق بس مع جي جونا جيمسون، وبنحذركم من مصايب انتم ما تعرفوهاش لغايه دلوقتي. خلينا نستقبل المكالمات على طول، اتفضل. مش من غير سبب، انت لازم تقدر سبايدر مان عشان هزم ويلسون فيسك، مش كده؟ اننا نخلص من زعيم عصابه تاني ده افضل للجميع. صحيح، قول لي انت ضابط شرطه؟ نائب عام؟ طب يمكن مراسل حصل على جوائز وعندك خبره ومخضرم في المهنه زي مثلا. لا انا سباك. تمام. طيب خليك في خيبتك واخرس خالص. خليني اوضح لك حاجه بخصوص زعماء العصابات. اول لما واحد منهم يقع، كل واحد تافه عنده سلاح ولبس رياضه ودرج مليان سلاسل ذهبيه، هيعمل نفسه الزعيم الجاي. هيبقى عندنا حرب عصابات في الشوارع. لكن هل ده يهم الاحمق اللي راسه فيها شبكه؟ طبعا لا، اصله خلاص طلع في التلفزيون وده المهم. ممكن اجيب الانابيب النحاس من العموله دلوقتي، وفي بدايه حرب العصابات دي انا هكون في صف صاحب الراس الشبكيه. وهتغني بطريقه مختلفه خالص لما تلاقي 3 عصابات يغرموك 3 اضعاف المبلغ تمن نفس الانبوبه، او ببساطه تكسر رجليك. باي باي. في يوم من الايام يا جونا هخليك تقول كلام حلو عني. يوم من الايام. انا حرفيا قضيت دقيقة او دقيقة ونص من حياتي بلا هدف. ايه اللي انا استفدته من الكلام ده؟ ما مش عارف. كل استفدت ان هو بيقول كلام بيلقح بس على سبايدر. طيب اظن حلو قوي كده، حلو جدا بقى. يعني ايه، دخلنا عملنا اول مهمتين في اللعبه، واللعبه بصراحه عجبتني قوي، متحمس بصراحه. فباذن الله بكره بقى انزل زلاست. تمام، نشوف بقى ايه اللي حصل، ايه الاستكشاف اللي احنا كنا المفروض نعمله في المكان اللي اتقفل علينا ده، انا وايلي وتيس، وجول وايلي وتيس. المهم دي كانت الحلقه النهارده. يا رب بقى تجيب يعني لايكات حلوه بقى كده يعني. ماشي، متبخلوش على اخوكوا بقى، لسه بادئ. ماشي، المهم بس مش عارف اقول ايه بصراحه تاني. خلاص كفايه كده، سلام.